اما راكي فسدتي وجبتيه من الزنقه. الا كان حاملك كذب راكي غتفرشي مع الناس ومع المتتبعين ديالك وغتفقدي المصداقيه وغتهبطي هبطه صاروخيه، وراكي بديتي كتهبطي تشوفي فيديوهات قبل اللايف طايحين واحد الطيحه ما راضيه. داكشي اللي خلاك ديري لايف عليا. الا كنتي فعلا حامله فرا يا ويلك يا ويلك وسواد ليلك ملي كيستناك يا الحبيبه، يا ويلك ويا ويلك ويا سواد ليلك. غتبقاي تضربي في داك الكش باش طيحيها. حيت علاش؟ حيت راجلك عارف وحاسب ماشي غير راجلك كاملين عارفين. حيت النهار اللي علمتي على الحمل ديالك حطينا ورقه وستيله وحسبنا لك، خدمنا في بلاصتك وحسبنا لك فوقاش جات. السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. راك حطيت لكم هذا الفيديو ديال هاد السيده هذه اللي كتهم سعاد بالفساد، وعلى عينك بنعدي وكلشي كيسمع. ما بغيتش نكمل لكم لانها فضيحه ومن العيار الثقيل وفيها كلام نابي ما يمكنش تسمعوا، ما يمكنش انك تستوعبوا من هاد السيده هذه اللي خربات البيوت. باش تعرفوا الناس اللي كيدافعوا على هاد الجانب هذا، الناس تابعين القضيه من الاول، يعني ماشي هذه زوجة اب دخلات لهاد الاسره والناس حسدوها حيت هي الزوجه الثانيه. لا، راه هي جابت واحد الفيروس، واحد المرض دخلته لهاد العائله اللي شفتوا النتيجه في الاخير ديال السيد. هاد السيد هذا كان كيسمعها شنو كتقول، وعارف سعاد اش كتسوى، وبناتها عارفين شنو كتسوى، والله سبحانه وتعالى عارف. وهذا الضرب في المحصنات من الكبائر. وهاد الام هذه اللي ضربت تماره ووصلت حتى لهاد المواصل مع هاد السيده هذه، راه هنا فين كنقولوا شوفوا الحقيقه بعيون الحق ماشي بعيون الباطل. هاد السيده هذه بدات بالجرم من الاول، وهي كتعطي لهاد السيده هذه، وفي الاخر خدات لها بلاصتها، خدات الاسم ديالها كأم، كيقولها ماما، خدات كل شيء وخرجت على عائله دابا كتتاجر في البنات. راه هادشي اللي خصنا نعرفوه ويبان لينا. ان شاء الله نحط لكم مقاطع باش تعرفوا اشنو كاين والحقيقه، ونفسر لكم الامور برايي الخاص المتواضع جدا. تحيه لكم كبيره، ورجعوا للوراء حيت الارشيف لا يرحم، وكل حاجه ما يمكنش نبداوها من رجليها، لكن كنبداوها من راسها حتى لرجليها. هذه راها تظلمات بزاف، وما كيهمناش شنو كانت مع الناس كدير او كتسمى مغربيه، ما خاصهاش تضرب كل التضحيات ديالها. كيف ما قلت لكم نشوفوا بعيون الحق ما نشوفوش بعيون الباطل. وهذا الشيء راه غيكون محسوب علينا احنا كناس كمحتوى كقنوات، او الناس اللي متتبعين او اصحاب التعاليق، حيت ما نشوفوا الحق ونسكتوا عليه. هذه هي المصيبه الكبرى، ونخليو وحده كتلعب وكترقص في الساحه. الى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا على تعليقاتكم، شكرا لمتابعتكم لهذه القناه المتواضعه. ما علي الا انني نقول لكم بقلوب صافيه ونيه صادقه. السلام عليكم.